ادحروا كل أشكال الخيانة والمؤامرة، حرروا القائد آبو جسديا. تسقط مؤامرة 15 شباط لنقاوم ضد الخيانة دفاعا عن كرامتنا. باسم حزب الاتحاد الديمقراطي في كورنيش نستنكر وندين المؤامرة الدولية على القائد، حيث استهدفت الدول المتآمرة على القائد لأنه يطالب بحرية ووحدة شعوب الشرق الأوسط وحق العيش الكريم. تسقط مؤامرة 15 شباط بمؤامرة دولية وبخيانة كردية وبقيادة تركيا تآمروا على القائد حيث غادر سوريا وتوجه إلى أوروبا. إن دولة الاحتلال لن تتمكن بتجديد العزلة على القائد ومنع عائلته ومحاميه من كسر إرادة الشعوب والقضاء على آماله. إن القائد هو سجين سياسي، والمعتقلين السياسيين لهم جهات حقوقية للدفاع عنهم، ولكن منظمات حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعفيف لا تقوم بدورها في الدفاع عن القائد. المؤامرة لم تنتهي باعتقال القائد واعتقاله يوم أسود في تاريخ الشرق الأوسط، وهي مستمرة باحتلال عفرين وتل أبيض ورأس العين. نعاهد بالمضي قدما على نهج القائد وعلى خط الشهداء. حزب الاتحاد الديمقراطي بحي الكورنيش. لا حياة بدون القائد، لا حياة بدون القائد. بقالنا ل 24 سنة من المؤامرة اللي تم تخطيطها من شان القائد عبد الله وجلال، خاصة الأزمات اللي مرتبطة بالبيئة. في للبشر دور يقدر يفعلها بطريقة خير ويقدر يفعلها بطريقة شر. شيء اللي نحن نؤمن بهاي الحياة اللي عم نعيشها، لأنه في أمور لما نتوكل على الله الله يعطي القوة. اللي فكر بمشروع الإنسانية 24 سنة نحن عم نحاول إنه ننشر فكر ونقدر نحط النقاط على الحروف، لأنه بأول لحظة لما تم روسيا مثلا عن ببيت باكي نها دولتها خواوكي دجبري هذا الديار كلنا أوي وانا